يقول لك نظام الارث ها هو هكا داير هكا، وقسم الله الارث ياك، كيخبي عليك الايات ديال الوصيه عطينا انت كلها، السبب. وكيستعمل حديث ضعيف اللي هو لا وصيه لوارث. الله عز وجل يا إخوان في الآيات في سورة النساء آيات المواريث شنو قال؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء وغير ذلك. الآن بعد أن قسم المواريث، لأن ما كيجيبوش هذه المسألة هذه. علاش كنقولوا أن هذه الآيات هي ناسخة الآيات الوصية؟ يقول الله عز وجل تلك حدود الله. هذا التقسيم اللي أعطى الله عز وجل هي الحدود ديال الله عز وجل، هي الحدود التي وضعها الله عز وجل في تقسيم الميراث. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. ماذا قال في الآية بعدها؟ ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الآية شنو هنا كتحذر؟ لا تحذروا من تعدي الحدود. هذه الحدود التي وضعها الله تحذروا من تعديها. إلا كتبتي انت وصية فيها أكثر من الحدود ديال اللي عطى الله عز وجل ولا أقل، هنا راك تعديتي حدود الله عز وجل. لهذا هذه الآية نسخات، فجاء الحديث كيشرح لك هذه الآية هذه.